شوف الجو عنا كيف اليوم، كله مطر. ما بعرف إذا مبين كتير على الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. هلأ شوفوا، ما بعرف إذا الإضاءة واضحة. حابة أجيب من هدول معالق والشوك عشان رمضان إن شاء الله. هدول صحون، ما بدي صحن، بدي معالق وشوك عشان رمضان إن شاء الله. بس شوفوا شو منزلين كمان. كتير حلوة عجبتني هاي المصفاية، كتير حلوة. هاخد هاي المصفاية ايام، بس هاي المصفاية هاخد. او شوف هاي كمان، هاي حلوة بس هدول احلى. كمان بدي اخد صحون. شوفوا هدول الصحون، بس انا حبيت هذا الصحن كتير يعني انه في الواحد يحط كذا صنف. لا رح اخد من هذا الصحن، رح اخد كمان من هاد. تعرفوا انا حبيت لي لونه ذهبي، فاذا شفت لون ذهبي رح اخد. هاي الزبادي كمان حلوين. تعرفوا هدول مناسبين اكتر للشوربة، لأي أكلة هيك خفيفة. مايونيز. شوفوا هذا أظرف السمبوسة، هاي للرقايق. يسعد لي أوقاتكم ورداتي الحلوين، من وين ما كنتوا عم تتابعوني. طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب وبأحسن حال. وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، يعني رجعت لكم هيك بفيديو خفيف ونظيف مثل ما بيقولوا. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. بس خلونا أول شي نكسب الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا يعني شو بدي لكم، بلشت بقى بتعزيلات وترتيب هالمطبخ. أول شي يعني بلشت بالمطبخ، كوني والله العظيم كنت كتير تعبانة وقلت يلا يا بنت لازم بقى بلش بالمطبخ. مثل ما عم تشوفوا بالفيديو بلشت. هلأ هو مطبخي نظيف لأنه أنا ما صار لي زمان مزبطته يعني، وبعد ما ركب لي جوزي العلب شفته يعني رتبت ليفت، رجعت كله نظيف الحمد لله. بس كفي يعني أشياء لازم بقى نعملها يعني لنستقبل رمضان. يعني شو بدي لكم، ريحة الهفهفة والنظافة غير شكل. بس قبل ما هيك يعني نتعمق بالفيديو ونحكي كتير، شوفوا أول شي بدي رحب بكل وردة انضمت لباقتي. يعني مثل ما حكيت لكم بالفيديو السابق إنه أنا عندي باقة ورد وكل يوم عم تنضم وردة. فيا ميت أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني يا ورداتي الغاليين. عن جد أنا فيكم بكبر وبفرح. يعني أنا كتير مبسوطة بوجودكم. كل ما بتكتب لي وحدة إنه أنا مشتركة جديدة، أنا كتير بكون مبسوطة بوجودها وبوجود تعليقاتها الحلوة. عن جد نورتوني. وهلأ بقى استمتعوا بالفيديو النظافة، ورح تشوفوا فيه لهذا الفيديو يعني هيك شغلات حلوة ولطيفة. مثل ما عم تشوفوا بلشت هيك عزل امسح، يعني قلت يا رب الله يقويني وهيك ساوي هالمطبخ ويكون غير شكل لرمضان. المهم يا بنات بلشت لكم ليف وامسح، وريحة هالسائل وهالكلور ما بدي لكم والله العظيم ريحة بتاخد العقل. يعني ريحة النظافة والهفافة. هدول شفتوا أنا طلبتهم من شيئين من هذيك المرة، فرجيتكم إياهم بالفيديو السابق، إذا بترجعوا بفيديوهاتي بتشوفوا. بلشت أعبي زيت الزيتون وزيت القلي، بس للأسف في شغلة ما انبسطت فيها، يلي هي هاي الستاند الخشب. أنا كنت متوقعتها أكبر من هيك كتير، زعلت لقيتها صغيرة. يعني صح حجمها أنه بتسع 3، بس انصدمت أنه ما بتسع. يعني إذا حطيتهم بيكونوا مايلين، ما بيكونوا يعني هيك جالسين، فخفت بصراحة ينكسروا. يعني مو مشانهم، مشان الزيت والمسح والضب وشوفوا هاي اللي طلبتها من شيئين طلعت يا بنات
عن جد بنصحكم فيها لك بتجنن، حتى وقت بدكم تقيموها يعني بسهولة بتنقام. يعني شو بدي خبركن، شي كتير كتير حلو، عن جد إحساس بجنن. حتى هي يا بنات العلاقة اللي جبتها أنا كنت حابة إني حطهم جنب بعض الاثنين وعلق عليهم، بس أنا انصدمت بشغلة هلأ رح تشوفوا بالفيديو. يعني ما كنت متوقعتها بصراحة إنه مو هيك، يعني كان اللي بدي إياه أنا إنه هدول المعيارات تنحط بقلبها، بس انصدمت إنه ما انحطت بقلبها. بس كمان يعني هيك مو حاكية شي وحلوة بصراحة، يعني الحمد لله لقيتها حلوة، انبسطت فيها. وشوفوا هذا أنا قلت لكم جايبته للضوء، يعني أنا كنت حابة إني أحطه هيك يعني خط كامل يعطي ضوء حلو، بس صراحة ما حبيت، وقت هيك جربت ما حبيت. وهدول عطوا هيك ألوان حلوة، يعني شو بدي أخبركم، كتير 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 حلو. وأول شي بلشت بقى فضيت السكر. شفتوا يعني أنا وقفت الفيديو ليفتهم واستنيتهم نشفتهم مشان ما بدي طول الفيديو، بعدين فضيتهم. هو طبعا الفيديو أنا مسرعته، يعني ما بدي عكم تملوا أنتوا عم تحضروا شوي شوي وكذا، لا ما بدي. وهون جبت تبع المعالق والشوك والسكاكين وبلشت ساوي فيهم، بس انصدمت فيهم. بس هلأ بتعرفوا ليش بكمالة الفيديو. هاتوا لشوف يا ورداتي، بلشتوا تعزيل، شو عملتوا، شو ساويتوا، اكتبولي يعني قولولي شلون يعني أجواءكم أنتو، يعني اللي عم يتابعني من تونس ومن مصر ومن ليبيا من الجزائر، حكولي عن طقوسكم أنتو كيف، يعني شو هيك طقوسكم، شو طقوسكم بأكلة أول يوم رمضان، لأنه أنا بحس كأنه كل بلد إلها طقوسها بأول يوم إنه شو يطبخوا. هلا نحن بالشام مشهورين إنه لازم مبيضة، بسوريا يعني أغلبيتها كلها أو 3/4، وأكتر شي تحديدا بالشام إنه لازم مبيضة. شوفوا بلشت هون كمان ساوي الباب امسحه ونظف فيه، والله يعني شو بدي إلكن على الهفهفة والريحة اللي بتجنن. يعني على قد ايدي من هون ساوي شوي ومن هون ساوي شوي، طلع عن جد المطبخ بياخد العقل يا بنات. تتذكروا بالفيديو اللي قبل هاد يمكن شي 3 أو 4 فيديوهات لما قلت لكم انه هيك حابة اجيب خضار حطه هيك ينزل، يعني بيعطي سبحان الله موديل، يعني بيعطي شي للعين مريح، شي حلو للعين بصراحة. هون عم فرجيكم السلايم تبع بنتي هي اللي بتخترعه. طيب يعني ما بدي لكم دائما بتخلص لي سائل الجلي بتحط بتخترع لي شامبو ومدري شو، بتشوف على هالنت وبتبلش تساوي، بس والله طالع معها ظابط هالمرة. المهم هون كمان فضيت، شفتوا تبع المشككة اللي احنا بنقلها تبع الصحون، وبلشت حط الضوء. يعني أول شي أنا كنت عم قيس إنه هون أحسن لا هون أحسن، بس لقيت هديك أكبر شي، قلت خلاص اعتمدت عليها إن شاء الله. شوفوا أنا كنت حابة إني أعمله شلون بدي لكم مثل يعني مستطيل أو الدويرة أو شي، بس بصراحة حسيته ما رح يزبط، فلا خليته من أوله لآخره ونزلته هيك على الحفة، على حفة هيك المجلة، يعني حفة الشباك، ونزلته وحطيت مطرح العلبة اللي بتنحط فيها بطاريات، حطيتها هيك فما بتأثر وما بتبين، وكتير طلع الموديل حلو. هلأ بتشوفوا بالفيديو. وليفت المشككة مثل ما شايفين، وكمان كان عندي كم صحن كمان جليتهم وخلصت. هاتوا لشوف كيف استعداداتكم لرمضان، الله يبلغنا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ويعطينا الصحة لنقدر نصوم ولنعبد رب العالمين. صدقوني أنا طايرة من الفرح، مو مصدقة إلا إمتى يصير أول يوم رمضان. يعني بحب رمضان، بحبه يا بنات قد ما بقلكن أكتر، الصيام، القرآن، الصلاة، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام. شوفوا هي جبتها كمان من شيئين، أنا نزلت فيديو مشترياتي من شيئين، يعني جبت شغلات بتاخد العقل. يلي ما شافت الفيديو تروح تشوفه. أنا كتير حبيت بصراحة، يعني خطفولي قلبي، وحتى الخضار هون عطى لمسة. شو رأيكم فيه؟ عن جد
حسيت تغير كل مودي حتى هون. بس للأسف اكتشفت انه المعالق ناقصين معلقة، وانا شاريتهم صار لي فترة، يعني خايفة ارجع يقوم يقول لي الزلمة انه خلص مشي الحال، فما بعرف شو رح اعمل الصراحة. شو رأيكم؟ غيرت العلب، هديك العلب خلص ما عاد بدي اياهم، خلصت منهم. وبتعرفوا انتم المطربانات وكل شي هدول كلهم نضاف، يعني ما صار لي زمان عاملتهم معكم. هلا ان شاء الله ان شاء الله ما رح يضل هيك. اول شغله جوزي جاب لي لهون، جاب لي مشان نحط، جاب لي لهون مشان نحط مثل هذا اللون تماما، هو عندي موجود ليكو. فرجيكم اياه، هدول بده يكوي لي اياهم كوي، بينحطوا هون بيطلع المنظر لسه احلى بكتير بكتير بكتير. طبعا اللي فرجتكم اياه شوفوا، هاد بيطلع المنظر كتير 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 حلو، بيكويه وبيحطهم. لهون عن جد انا رضيانه والحمد لله رب العالمين، كتير 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 حلو. يعني التنسيق، الالوان، دخلت الذهبي وشوي الفضي، يعني الالوان حلوه، الوان حلوه مريحه للعين، انا مرتاحه الحمد لله. صفى مثل ما قلت لكم هون الخزازين، يعني انه نسكرهم انهم يكونوا باب. هلا باذن الله رح يساوي لي، بس هلا جوزي مضغوط كتير بالشغل، الله يرزقه ويستر له يا رب، فما رح يلحق فورا يعمل لي اياهم، ان شاء الله على فضاته بيعمل باذن الله. فلهون شو رايكم؟ اذا ما كنتي حاططي لي لايك هلا حطي لي لايك. هلا انا هيك جايبتها وعم بعتني فيها، بمسح الاوراقها، بتطلع فجأة بيرجعوا بيدبلوا، ما بعرف ليش هيك. اعطوني نصيحتكم شو اعمل لحتى ترجع، يعني شايفين بتطلع هيك تكون ما احلاها، بترجع بتدبل فجأة، ما بعرف شو بدي اعمل لها. اعطوني نصايحكم، اعطوني تجربتكم فيها. انا بصراحة ما كتير يعني بعرف فيهم، شو اهتم فيهم، شو احط لهم، كل امتى اسقيهم. اكتبوا لي اذا بتعرفوا، والله يجزيكم الخير. هون هلا رح احطها هون. هلا هون برا عندي مال مكشوف الحمد لله، وهي للبيض. على فكرة أنا جبتها ما كانت هذا اللون، بس أنا بخيته باللون الأبيض، وطلع اللون بيمزح العقل. شو رأيكم؟ يعني أنا لحد الآن الحمد لله أنا رضيانة 100/100، يعني أنا رضيانة ومبسوطة. وهي إمتى من هي حطيت لك وحدة، حسيت أحلى منه، نقلتهم من هون لهون، حسيت يعني إني أعمل تغيير للمطبخ. وهي اللوحة يعني شوفوا هون الجمال كله، عن جد حاسة برمضان الحمد لله رب العالمين. وهدول للأسف ما مثل ما فرجيتكم الفيديو ما نحطوا منيح، فحطيتهم هيك بهي الطريقة. وهون كمان حطيت مثل ما عم تشوفوا اللون الأخضر، يعني اليوم اللون الأخضر والذهبي يعني الألوان عن جد بتفرفح القلب. بس صدفة إني حطهم هدول إن شاء الله. جبت وحدة لهون ووحدة لهي وتنتين لهي الكبيرة، يعني مشان لما افوت على المطبخ ان شاء الله يعطيني اضاءة حلوة، ويعني غير شوي بتفاصيل المطبخ، غير شوي يعني هيك حركات المطبخ. انا الحمد لله رب العالمين رضيانة كتير، كان حلو. بتمنى انكم تحطوا لي لايك، تكتبوا لي تعليق حلو، وتشجعوني اكتر واكتر. عن جد انا بتمنى انكم تدعموني، بتمنى، لانه عن جد يعني قناتي قناة عم بتعب فيها، عم صور كتير، عم بتعب كتير، فيا ريت يا ريت يا ريت تشيروا لي الفيديو، يعني شيري لاختك لرفيقتك، وعن جد شكرا من كل قلبي. وشو رايكم بالمطبخ؟ انا رح صور لكم اياه ان شاء الله، بس يكون هيك عتمه، ويعني خلاص صار الليل وحط هالاضويه. حتى شوفوا اشتريت هدول، يعني انا لسه ما رح احطهم معكم، بس انا قستهم للدروج تبع المطبخ، لقيتهم يعني القياس، رح احط هون الكفاكير. هلا ركبت لها انا الضوء، شوفوا شايفين، رح اقيم هلا هيك لزقهم خليها بالنص. شوفوا حطيت الضوء قديش لون حلو، هيك لون اخف، هيك طفى، هذا اللون كتير حلو. شو رايكم فيه؟ يعني شايفين بيعطي جمالية للمطبخ غير شكل، كتير كتير حلو. شوفوا
هلا هون انا مع انه ما شاركتكم يعني لسه ما خلصت، في شغلات يعني بتاخذ وقت كتير ورا الكاميرا، في بياخذ كتير ورا الكاميرا. انا ما فرجيتكم هدول، فانا هون حطيتها ومسحت هون، وشوفوا كيف رتبت. يعني شو بدي لكم، يعني شو بدي لكم، النظافة والقطافة، يا سلام يا سلام. وهلا هذا الدرج كمان عم لملم وعم شوف شو هيك، هذا بحط فيه كركيبي يعني، فعم بلش خفف وين. شايفين يعني هدول بحسهم انا غراض الكيك اكترهم. شوفوا هاي شعريتها انا كنت مفكرتها رفيعة يعني، بس يلا استفدنا منها، رح شغل هاي. شوفوا لي يعني بس يكون عتمة برا قديش حيطلع كتير حلو. شايفين كيف لزقته؟ عن جد عن جد عن جد عن جد طلع كتير حلو. اللون الاصفر بياخد العقل. وهي الدرج الثاني كمان صار جاهز، وهي الدرج الثالث مثل ما ضبيته. شوفوا كمان هذا الدرج صار جاهز. وهي كمان جبتها مشان نحطهم على الفرن، يعني لونهم هيك كتير مناسب للمطبخ. شوفوا مبدئيا في إلها هي قرنة للتعليق، بس أنا ما رح أعلقها، رح أحطها هون. شوفوا هيك حطيتها، شو رأيكم؟ شوفوا هون قلت حبيت هيك فرجيكم، شايفين ما أحلى؟ هيك حطيت لبرا وحطيت هون. طبعا برا لسه بده تنظيف لأنه في مطر مثل ما عم تشوفوا، شايفين يعني لسه بده تنظيف برا، بس حبيت إني فرجيكم شو عملت. هيك حطيت زينة خفيفة. ساوي أكلة خفيفة نظيفة، معكرونة بجبنة لبنتي. أنا عاملة من امبارح مقلوبة، بس الكبيرة جا على بالها نانا، جا على بالها معكرونة بجبنة، وجا على بالها بكاتشب. ما بعرف انتو بتعملوها ولا ما بتعملوها، لا بصور لكم اياها بس لحتى اسكب هيك صحن واكل قبل ما يجوا البنات. يعني مثل ما بيقولوا هيك شي لذيذ وسريع. شوفوا بعد ما سلقت المعكرونة غسلتها منيح بالمية الباردة، حطيت زيت وسمنة وقليتهم منيح. هلا بدي احط ملح وفلفل وخلاص بكون هيك جاهزة للمعكرونة بكاتشب او للمعكرونة اللي بتحطوا لها صوص. بس انا رح اعملها بجبنة، فانا رح ضيف فوقها الجبنة. انا حاستخدم هاي الجبنة هيك شايفين، قطعتهم بهيك طريقة، ورح كمان احط بقدونس ناعم. صارت المعكرونة جاهزة، وهي المعكرونة الثانية كمان جاهزة، هي مع الكاتشب وهي معكرونة بجبنة. حلوين صح؟ شو حلوين بجننوا. عيونك الحلوة يا ماما. حسيت حالي بأجواء رمضان هيك بسوريا عن جد ما؟ والله. طيب شوف شو عملت لك كمان هون. معكرونة بجبنة. امبارح قلت لها ما رح اعمل لك، فاليوم فاجأتها، لا عملت لها. ما بحسن قلبي طيب، ما بقدر. جوجو تعي، شو رأيك؟ واو شو هنيك؟ واو. شوفي هيك كمان. شوف شو فرتوكة؟ فرتوكة احكي، هي اختك عم تفرجيكي شو. مصدوم. لانه كنا متفقين نساوي صح سوا، عم اجيتوا لقيت ما حبيت تعبكم. بس هذول خلتنا نشوي عشان احنا ايه بصراحة خليت لكم كم نجمة مشان تحطوها. شو رأيكم ماما؟ انا هاي حسيتها كتير هيك تمر وكذا. وهي واحدة انا اول واحدة حطيتها. ما بتحسن. هيك بس كتير حسيته حلو كتير، يعني حسيته كتير حلو. هون بلشوا. هي واحدة لا مو هون. حط واحدة هون على الشباك. ايه حطي واحدة كتير حلوة. ولا حط واحدة على البطاخ. واو رولان عن جد واو. بلشت فيها. يسلم هالايدين. واخر واحدة بحطها هون بالنص. حلو. ايشو هالحلاوة. هلا الصراحة حسيت المطبخ بجنن. شو رايكم باللون هيك الخضار؟ كثير حلو. بتحسي انه هيك انا هيك عم تطبخي بيجي قلبك بس هيك انه يعني انه هيك ساوي تشتغلي عن جد. صح مو؟ بلشنا نحس اجواء رمضان. يلا شو بدكم تقولوا لمتابعيني؟
حطوا لايك واشتراك وانتظروا فيديوهات رمضان، طبخات رمضان. وكل عام وانتم بخير. شو رأيكم؟ خبروني. هلا استنيت لحتى عتمت الدنيا لحتى صور لكم. بما اني طفيت الضوء، شو رأيكم هيك؟ خبروني شو رأيكم؟ أنا حسيت إنه عن جد تغيرت نفسيتي اليوم الحمد لله بعد هالتعزيل. يعني هذا هو حطي. وهيك يا بنات، وهيك يا ورداتي، بكون خلص الفيديو لليوم. إن شاء الله يا رب بشوفكم بفيديوهات جديدة، ومثل ما قالوا لكم بناتي إنه استنونا إن شاء الله برمضان لفيديوهات هيك لمة العيلة وطبخة أول يوم. نحنا لازم نبيضها مثل ما قلت لكم. يعني قلت لكم إنه نحنا بسوريا وأكثر الأحيان يعني بالشام لازم نبيضها. صدقا إنه برمضان مرة تأخرت لأن نزلت على السوق مشان أجيب لبن، فما كنت لاقي. تقولوا انفقد اللبن، تخيلوا انفقد لأنه ما شاء الله أغلبية الشعب بتلاقي بيطبخ اللبن، يعني شيء أبيض. المهم لا تنسوا أنكم تصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوا انكم تشيروا لي الفيديو، لأنه والله إنه أنتوا يعني أنتوا الدعم لإلي. شو رح أفرح إذا وحدة منكم تبعت لي، بتكتب لي، بدي أقول بتبعت لي على الإنستا، بس عادي على الإنستا أو هون بتكتبوا لي على اليوتيوب يعني رلوشة شيرنا لرفيقتي، شيرت لأختي. يعني كتير رح أفرح. وعن جد عن جد دعمكم، يعني شوفوا انتو تعليقاتكم صدقوني بتنحفر بنص قلبي، صدقوني. يعني هي يعني الكلمة الحلوة عن جد عن جد عن جد صدقة، لأنه بتخلوني أنا من وراء الموبايل أضحك وأعرف إنه مثلا من بلد فلان متابعتني كذا. قلت لكم أنا بلشت إني أحفظكم وأحفظ مين بيعلقني واسماء اللي بيعلقولي. عن جد انا كتير مبسوطه فيكم، وان شاء الله يا رب بنكبر اكتر واكتر. بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح دائما وابدا. ومثل ما قلت لكم لا تنسوا انكم تشيروا لي الفيديو. والله العظيم يا بنات انا كنت شير فيديوهات تعجبني لاخواتي، يعني ما فيها شيء انه تقولوا شوفوا هاي القناه هي كذا حبيناها ما حبيناها، هاي طريقتها حلوه مو طريقتها حلوه. المهم انكم تشيروا لي الفيديو وتدعموني، وشكرا كتير لكم على دعمكم المستمر. وبأمان الله وبرعاية الله، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. سلام.